بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا كرام، تحية من محمد لطيف في تحليل اليوم، والذي لا يمكن أن نتجاوز فيه تطورات الأحداث في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي بشكل خاص. ويمكن الآن الجدل أصبح يعني من المدان، إسرائيل أم إيران؟ وانا افتكر يعني كانما انت بتقول يعني انه احسن ايران ولا اسرائيل، وانا افتكر دي اكبر ادانه يمكن ان توجه لايران بغض النظر عن الوقائع، لكن مجرد المقارنه، ان تكون المقارنه بين ايران وبين اسرائيل، فهذا في حد ذاته ادانه لايران. لكن خلونا من ده، وعشان نبقى واقعيين نستعرض الوقائع. يعني اسرائيل دي ظهرت كنبط شيطاني في عقد الأربعينات من القرن الماضي 48 47، و خلاص بقت هي أزمة مقيمة في العالم العربي، مهددة بشكل مباشر وغير مباشر، لكن ظل تأثيرها منحصر في دول المواجهة لعدد طويل من السنوات. دي حقيقة لا يمكن أن ننكرها، ودول المواجهة دي ما تجاوزت 2 إلى 3 دول في كل الأحوال. صحيح هي دولة احتلت، دولة إسرائيل احتلت دولة عربية وفرضت سيطرتها إلى آخر هذه القصة، هذه حقيقة معروفة والناس بيتعاملوا معها. حتى شعب تلك الدولة منقسم إلى هذا الموقف، لأن هناك من قبل بمبدأ السلام مع إسرائيل، وهنالك من قبل بمبدأ الدولتين إلى آخر هذه المسألة. لكن الأزمة الحقيقية اللي صنعتها إسرائيل كانت مع دول المواجهة. طيب الكلام ده نحن الآن لنا تقريبا 50 حب يعني كم 70 سنة الكلام ده. طيب نجي لإيران. إيران النظام الإيراني جاء وليد ثورة شعبية حقيقية شارك فيها كل الشعب الإيراني، حتى نجح بأحزابه السياسية وغيرها، حتى نجح في اختلاع نظام الشاه الدكتاتوري. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ بتنظيم دقيق جدا وبخطة محكمة في غاية الخبث، النظام الإيراني الحالي استطاع أن يتخلص من كل الآخرين بغض النظر عن دورهم في الثورة، وبغض النظر عن دورهم في التغيير، وبغض النظر عن التضحيات اللي قدموها أفراد الشعب الإيراني بمختلف مشاربهم. وفرضوا سلطة الملالي كما يسميها كل العالم في إيران. طيب النتيجة كانت شنو بالنسبة للعالم العربي؟ ما نحن عايزين نقارن بين إسرائيل وبين إيران، أو دي الفرض في نفسه. يعني الآن الناس اللي بيدافعوا عن إيران بيقارنوا بينه وبين إسرائيل، بيقولوا هي أحسن من إسرائيل. خلاص نشوف المقارنة بشكل موضوعي. طيب إذا كان تأثير إسرائيل الحصر على دول المواجهة، فإيران خلخلت أكثر من 5 دول عربية بشكل مباشر، يعني حرب مباشرة مع العراق، تشكيلات ميليشية في لبنان، حزب الله وحماس في الأراضي المحتلة، والحوثيين في اليمن، ميليشيات في سوريا. طيب ده غير التأثيرات المباشرة والغير المباشرة اللي بتمارسها إيران عبر هذه الأزرع. ما هي إيران دي الأزرع اللي نحن اتكلمنا عنها دي، هي دي كلها، أو الكيانات اللي نحن اتكلمنا عنها الأنشات إيران دي، كانت كلها هي أزرع بتحارب بالوكالة عن إيران في كل المنطقة العربية، وأصبحت المنطقة العربية تكاد تكون كلها مهددة. وده كله كوم، وحرب السودان، كل الدور الإيراني في حرب السودان ده كوم تاني براه حتى يوم الناس هذا مستمر. طيب دور تصدير الإرهاب ودور إيران في الإرهاب الدولي ودعم الكيانات الإرهابية، دي كلها هي دي المدرسة الإيرانية. يعني ما حدث في العالم من تغيير في
العمليات في منهج العمليات الإرهابية والقدرات العالية اللي بقت تنفذها، ده كله كان نهج دي المدرسة الإيرانية والتمويل الإيراني من على حساب الشعب الإيراني المغلوب على أمره. طيب إذا كان إحنا الليلة بس عايزين نقيف في العالم العربي ونشوف من الأكثر ضررا، من الذي كان أكثر إضرارا بالعالم العربي، إسرائيل أم إيران؟ الوقائع بتقول إيران، الوقائع بتقول إيران، لا يستطيع أي شخص أن ينكر ذلك. فبالتالي آه، إذا كانت في مقارنة، إذا أصلا الناس عايزين يلجوا للمقارنة، المقارنة العادلة إنه والله لا، المشكلة في إيران، ما إسرائيل دي موجودة والعالم العربي قاعد والصراع العربي الإسرائيلي مستمر بينخفض ويرتفع وفق التوازنات والسياسات والتأثير الدولي والعالمي. لكن إيران لما جات، إيران جات بنهج مختلف، إنها تخترق العالم الإسلامي بشكل مباشر بمفهوم أيديولوجي، بمفهوم أيديولوجي بحت، ما في أي نقاش يعني. لذلك بيبقى الآن إذا نحن عايزين نتكلم عن إنه والله يا أخي آه، من الأفضل، إذا أصلا عايزين نتكلم، إذا قلنا الاثنين سيئين لكن في قطعا في أسوأ السيئين وفي الأفضل. بمقياسنا نحن من منطقتنا بس العالم العربي دي، اذا نظرنا نحن حتلقى انت الاضرار المترتبه على الصراع العربي الايراني اضعاف الصراع الاضرار المترتبه على الصراع العربي الاسرائيلي، وما زال مستمر. يعني من الان انت هسي بقى الخليج العربي كله بقى مستهدف من الجانب إيران يعني بشكل مباشر يعني، وقد يمتد هذا الجدل، وده كله كوم والتأثيرات اللي ظلت آه، تمارسها، التأثيرات السلبية على الوضع في السودان، سواء كان من زمن الإنغاز، سواء كان من قبل اندلاع الحرب، سواء كان بعد اندلاع الحرب بشكل أشد. إذا كان العالم كله الآن بيتحدث عن حظر وصول السلاح إلى السودان من كل الأطراف الصراع في السودان من كل المصادر، بغض النظر عن من هي هذه المصادر، بالضرورة إيران واحدة من الجهات التي لم تلتزم ولا يبدو أنها كانت ستلتزم بهذا بهذه الدعوة العالمية اللي كان الهدف منها المساعدة في إنهاء الصراع المسلح في السودان. والسلام عليكم.